تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. تمت مؤاخذة المتهمين معا من أجل المنسوب إليهما. الحكم على المتهمة الأولى 4 سنوات نافذة، والحكم على المتهم الثاني 1 سنة واحدة نافذة مع إغلاق القناة. حنا ما نعلقوش على الحكم. بالنسبة للمحكمة كتقتنع وفق الوثائق اللي كاينين في الملف وكتقدر العقوبة وفق ما كيخول لها القانون. أستاذ أهم فيه المتهمة الأولى من أجل المنسوب إليه الحكم عليها ب4 سنوات سجنا نافذة مع إغلاق القناة، وبالنسبه للمتهم الثاني إدانة ديالو الحكم عليه ب1 سنة واحدة نافذه. بالنسبه للاطفال جهه اخرى، بالنسبه للتقرير كان في الملف كان عندنا اشكال ديال مده العجز، هي اللي كنا هي اللي مازال ما كايناش مده العجز فاتت 20 يوم. نعم هضرنا كان التقرير ما كاينش مده العجز. فيما يخص مادام ما كاينش مده العجز راه بالنسبه للفصل اللي كيف قلنا 408 و411 هما اللي انطبقوا على نزيله الحال. على جميع النقاط اللي كانوا في المناقشه جميع الجناح التهم من اجل المنسوب اليه ما كانش البراءه في شي نقطه ولا ذاك، جميع التهم كانت الادانه فيهم. الادانه من اجل المنسوب. تم الحكم باغلاق القناه. بالنسبه للمنظمه ولا بالنسبه للجمعيه المنظمه المغربيه لحقوق الانسان والمساواه الدستوريه ولا جمعيه مفتاح وحلول، بالنسبه كان عندها هدف واحد هو تنقذ هذوك الوليدات بدرجه اولى وبدرجه ثانيه. راه المغاربه كلهم كانوا ماشي غنقولوا خداو حمله، ولكن خداو قرار من اجل محاربه التفاهه. وكيف شفتوا الحكم اليوم راه كيف قالت السيده حكم عادل، لان كل شيء كان كيتسنى في الحكم ديال اغلاق القناه، لان حتى شي واحد ما كان كيهمه بالضبط العقوبه واش غتكون 4 سنوات ولا 5 سنوات اقل ولا اكثر. اللي كان كيهم هو فعلا كانت الادانه بمعنى ملي كتكون الادانه كيتبان لك بان القراءه ديال السيد وكيل الملك بانها كانت صائبه وكان اقتناع. واهم حاجه اللي هو الملتمس الحكيم ديال السيد وكيل الملك اللي طالب باغلاق القناه. هذه نقطه كانت قليل اللي كانوا يتكلموا عليها، وفعلا المحكمه ضمنت في الحكم ديالها اغلاق القناه. تحية للسلطات، تحية للسلطات وتحية للأستاذة سميرة البقالي وتحية للأستاذ دريس أوغريس الحقوقي دريس أوغريس. تحية للحقوقيين كاملين اللي عندهم شهامة، عندهم غيرة على الوطن. نتمنىهم الله يبانوا كاع الرجال الأكفاء وكاع الرجال اللي فيهم غيرة على الوطن ديالهم. نتمنىهم الله كاع كلشي التفاهات تحيد علينا التفاهه وما نكرهوش حنا ابطال جميع كاع الناس اللي هما باغيين يديروا الفساد في الارض من غير القنوات. كاينين الناس، كاينين المحرضين، كاينين المؤيدين، كاينين الناس اللي باغيين هذا الشيء، نتمنىهم الله يدير لنا شي توا ديال الخير. من طبيعه الحال حنا كمغاربه حنا ضد هذا الشيء، كنساء مسلمات حرات ما نبغيوش المراه المغربيه تبان في هذه الصوره. كنبغيو المراه المغربيه تبان في ابهى حله، تبان في احسن حله، تبان. حنا الحمد لله والشكر لله عندنا نساء مغربيات يحتذى بهن، عندنا نساء مغربيات شقت الطريق ديالهم في جميع الميادين، في الجميع. ماشي ضروري ديال هويا مشاو تبارك الله وصلح. الحمد لله والشكر لله. الله يحفظكم. هاد الانسانه احتضناها. انا بركات عندي شهرين احتضنتها. اجي اختي شديت البنيه وطلبت عليها وديتها دخلتها للمدرسه، ولكن هذه الانسانه ما تتعطيش عقلها الناس اللي باغيين لها الخير. هذه الانسانه عطات عقلها للناس اللي باغيين لها السوء، الناس اللي باغيين بلادنا تبان في واحد الصوره خايبه، باغيين المراه المغربيه تبان في واحد الصوره خايبه. الله يهديها. هادشي جنات على راسها ما جنا عليها حتى واحد، والحمد لله والشكر لله. القضاء ما تيظلم حتى شي واحد، ما تيجيوش للديور وتيدقوا علينا. اللي دار الذنب تيستاهل العقوبه. والسلام عليكم.